الفارس كان رمزي يلعب على الحاسوب، وأفراد عائلته يتابعون النشرة الجوية وأخبار الرئيس التونسي الذي لم يجمع عليه كل التونسيين. فجأة سمع رمزي صوتا عاليا فخرج ليستطلع ما يجري في الخارج، فوجد الكلب السائب يطارد القطيطة المسكينة سوف تموت من شدة البرد. أخذ رمزي القطيطة إلى المنزل وأشغل السخان الكهربائي ووضعها فوق جلد مكسو بالصوف الملون، وذهب إلى المطبخ ليحضر لها ما تأكله، ووضع لها في طبق من الخشب فيه خبز وحليب دافئ. ولما رجع لم يجدها في مكانها فطار خلده، وبحث عنها في كل أرجاء المنزل لم يجدها، فقال في نفسه: يمكن هذا الكلب الذي طاردها البارحة دخل إليها وأخذها بدون أن يعمل أي صوت. جلس رمزي يفكر حتى دخلت الأم فخاطبته قائلة: ما بك يا بني تفكر؟ فرد عليها: لقد استبنيت قطيطة صغيرة، ولما أحضرت لها الطعام ورجعت إلى المكان الذي هي فيه لم أجدها. لا تحزن يا بني، سوف ترجع وحدها. هيا نم، فالوقت كالسيف يجري، إذ لم تقطعه قطعك. ولما تنهض في الصباح تخرج وتبحث عنها. نم يا بني. ولما جلس رمزي على السرير يفكر سمع صوت مواء خافت، ونهض مستعجلا، فخرجت القطيطة من تحت السرير ففرح وأيقظ أمه، وذهب إلى المطبخ ليحضر لها الطبق الذي أعده في الصباح. أخذ رمزي القطيطة ونام على السرير، وعندما حل الصباح أخذ رمزي القطيطة إلى البيطر ليلقح لها، وعاد بها إلى المنزل فرحا، ولعب معها حتى حل الليل، ونام رمزي هو وقطيطته فرحين.